السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بقدم لكم طريقة الخبزة الجنوبية المحشية بالجبن. طبعا الخبزة هذه مشهورة، كل اللي يجون الجنوب يتنزهون أو يزورون أبها أو يلقون الخبزة هذه دايم مع الأسر المنتجة يبيعونها، وكثير طلبوني أنزل مقاديرها وطريقتها، وابشروا من عيوني أعطيكم المقادير مضبوطة وطريقتها بالتفصيل. ويلا معاي على المطبخ. عندي هنا كوبين دقيق أسمر بالكوب المعياري، وزيها بالضبط دقيق أبيض. وهنا المقادير السائلة: نص كوب زيت، وطبعا كوب ونص ما بستخدم، وملعقة طعام ملح. نحط الدقيق ونحط فوقه الملح ونقلبها مع بعض. طبعا المقدار هذا يطلع لك 2 خبز متوسطة. نحط الزيت، نص كوب زيت، ونحط كوب ونص موية. ممكن نحتاج أكثر، ممكن أقل، بس بإذن الله المقادير مضبوطة، لكن حسب نوع الدقيق ممكن تحتاجون أكثر، لكن امشوا على المقادير حقتي، ولو حسيتوها قاسية زودوا شوية موية. نعجنها من قلب إلين خلاص ما عاد تلزق في الإناء. علشان يطلع معاكم الخبز مضبوط لازم تعجنونها تمام. طبعا تطلع معاكم العجينة عجينة متماسكة شوية، قوية، يعني مو زي حقة الفطاير، أقوى شوية من حقة الفطاير. شايفينها ما شاء الله تبارك الله، يعني مو مرة قاسية ولا لين. وخلاص ندهن السطح بشوية زيت عشان نحفظ رطوبتها، ونخليها ترتاح ربع ساعة. وعندي هنا جبن شدر للحشوة، وعندي زعتر وحليب سايل أدهن فيه. وبعد ما ارتاحت ربع ساعة نبدأ نطلعها ونقطعها. طبعا تطلع المقادير هذه لقرصين خبز. نبدأ نفردها، بس ما نفرد كثير. لاحظوا مهم المرحلة هذه، ما تفردونها كثير، يعني يا دوب شوية. نحط أي نوع جبنة إحنا نفضله. أنا اخترت شيدر، وحطيت ملعقة كاملة زعتر، وأبدأ أشبكها بهذا الشكل مع بعض. شايفين؟ أبدأ ألمها كذا مع بعض. شايفين؟ وابدأ أجمعها وأخليها بالطول، يعني كأني بسوي صامولي. شايفين؟ طولية وليست دائرية، ما أبغاها دائرية زي كذا، أبغاها بالطول. طبعا عندي هنا الميفا، ولعت النار داخله، ولعت العين الكبيرة والصغير اللي في الوسط، وأخليه يسخن. وبعد ما يسخن تماما أخذ أي شيء قطني. أنا هنا أخذت الخيش هذا، أحبه وأختبره أشوف صار ساخن، وبعدين أمسح داخله زين، وبعدين أبدأ أرشها بالموية وأفردها. طبعا العجينة هذه مهم يا بنات فردها، ما نستخدم إلا موية. بعدين أدهنها بالحليب، وأزيد أرشها من فوق بالزعتر، وأغط يدي في موية علشان ما تسخن من الميفا، ضروري المرحلة هذه. وبعد كذا أشيلها وألزقها في الميفا كل القطعتين. شايفين؟ أعطاني المقادير 2 خبز، قرصين خبز، وأحط في وسطها فتحة، وأولع العين الداخلية هذه الصغيرة، وأقصر النار مرة، والعين اللي الخلفية الكبيرة والعة طول الوقت، وأختبر أشوف تحمر، وأرجع أسكر عليه، وبعدين أفتح مرة ثانية وألقاه خلاص استوى. أبدأ أحط الشبك هذا عشان يساعدني ما يطيح الخبز علي، وأقشط الخبز. شوفوا لما يكون ساخن تماما الميفا ما راح يلزق. هذا الخبز ما شاء الله طلع معايا ممتاز، ولا مسك في الميفا. أهم شيء إنكم تسخنونه زين. شايفينه مو وراه ولا احترق. شايفين الحشوة داخله؟ ممكن أي جبنة تحبونها، واللي ما يحبون الزعتر مو شرط الزعتر، لكن غالبا نحشاه بالجبنة. مرة لذيذ مع الشاهي، وفصل الشتاء مرة لذيذ. ومهم يا بنات تلبسون شيء ايديه طوال وقطني علشان يحمي يدينكم من حرارة الميفا، ومهم انه يكون قطني عشان ما يحترق. وايضا خلوا جنبكم موية عشان كل مرة تحطون يدكم داخل الميفا ترجعون تبردونها عشان ما تحترق يدينكم. وايضا مهم العين الصغيرة ما تفتحونها اثناء انتم تخبزون الا بعد ما تنتهون من الخبز وقربتوا تغطون عليه، والعين الكبيرة باستمرار شغالة.